مساءكم جميل. طبعا متعودين مني اني انا دايما اللي بطلع وبقول لكم على الموقف او على الحكاية الرعب الخاصة بالعالم الآخر. من 3-4 ايام نزلت لكم بوست على جميع المنصات باكتر موقف رعب معلق معايا ومعاكم، وبصراحة جاتني فكرة كويسة قوي، هو ان احنا نتبادل المقاعد او نتبادل الادوار، من اني انا اللي احكي لكم على حاجات انا شفتها وعشتها من خبراتي في هذا العالم. قررت أدي لكل متابعيني اللي أكيد طبعا ليهم الحق إنهم هم كمان يقولوا لي على أكتر المواقف الرعب اللي معلقة في ذاكرتهم ومش لاقيين لها تفسير. لأني أنا عارفة ومتأكدة إن الأعداد اللي عندي على جميع المنصات دي مش هباء ومش صدفة، ومتأكدة كمان إن أي حد بيتابعني أو أي حد معايا على لايفاتي على فيديوهاتي على أي منصة فهو أكيد خاض تجربة بنفسه مع هذا العالم ومش لاقي تفسير. وعشان كده يا حبايب القلب أنا قررت أعمل لكم البوست اللي هو من 3-4 أيام، ودلوقتي أنا هختار 5 عشوائيين من أول منصة وهي بصراحة الفيسبوك. هختار أول 5 قصص، يا رب بس الفيديو يسعفنا ونحاول كده مع بعضينا من وجهة نظرنا وخبراتنا نقول ايه تفسير كل حكاية من اللي اتكتبوا في الكومنتات، ولو حد فيكم عنده رأي آخر يكتبه باحترام وناخد وندي مع بعض بشكل لطيف ولائق للصفحة بتاعتنا. هنبتدي بأول 5 حكايات وهجيب معاكم صفحة الفيسبوك اهو، ونشوف كده ادي البوست ما شاء الله 800 حكاية. ونبتدي بأول حكاية معانا. أول قصة معانا للأستاذ محمد علي دويدار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا أستاذ محمد. أنا من هواة صيد السمك بالصنارة، وفي مكان قريب من المساكن وجدت توك توك واقف بجوار أحد المنازل أعرف جميع من فيه. حاسب سائقه واتجه نحو الترعة وبجواره مكان للصلاة يبعد عني متران في هيئة إنسان طويل يرتدي جلباب وستارة سوداء شبيهة بالنقاب. اختفى قبل المصلى بمترين وأكتر ولم تجد له وجود. أرجو من حضرتك التفسير، ولي مواقف مع الجن سأكتبها لاحقا. أول حاجة يا أستاذ محمد إحنا مش فاهمين، حضرتك مش مفهمنا بالظبط هو مين اللي حضرتك تعرفه ومين اللي حضرتك قابلته ومين اللي كان راكب التوك توك ومين اللي جالك وايه التفاصيل بالظبط. يعني انا اسفة بس حضرتك مش مبين قوي الموقف بالظبط، بس خليني انا اجاوب من وجهة منظوري، او ممكن نقول معلومة كده على الماشي بما ان حضرتك ذكرت بالليل وتوك توك وناحية ترعة ومصلى. بالبلدي كده، هل الجن ممكن يتشكل لنا في هيئة اي حاجة طويلة ولابسة غيامة سودة؟ هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ بصراحة الجن ممكن يتشكل في هيئة أي حاجة لابسة أي حاجة أسود ويتخفى تماما وما يبينش لحضرتك أي حاجة من جسمه، وممكن برضو يتشكل في هيئة أي بني آدم خلقه ربنا، وأنا متأكدة من اللي أنا بقوله. فلا قدر الله حضرتك شفت حاجة زي كده ومرة واحدة اختفت قدام عينك ومش بتهيألك، يبقى كان اللهم احفظنا معدي كده ولا كده. فما تقلقش، سمي الله واذكر ربك ودور وشك وتوكل على الله، ادم هو في حاله وانت في حالك. القصة التانية معانا برضو من على الفيسبوك وهي لإيمان جمال. بصوا بقى إيمان بتقول لنا ايه. في بيت قديم مهجور كنت بصور حاجة بالموبايل أثناء ما أنا بصور، شايفة في شاشة الموبايل الحاجة اللي بصورها عادي جدا، وبعد ما مشيت بفتح الصور ما لقيتش الحاجة اللي كنت بصورها. لقيت صورة راجل عجوز دقنه طويلة لابس اسود. لا بقى يا ايمان انت لازم تعرفينا ايه الحاجة اللي انت كنت بتصوريها وبعد ما مشيتي لقيتيها حاجة تانية خالص. هو ده ممكن يحصل فعلا بصراحة؟ ممكن حضرتك تبقى ماسك شاشة التليفون بتاعتك وبتصور حاجة وتلاقي حاجة ظهرالك وتبص لها، وتيجي تبص في الموبايل ما تلاقيهاش. يعني تطلع في الموبايل وتبص في الحقيقة ما تلاقيهاش. بس بعد كده الموبايل بتاعك يا هيتحرق يا هيبوظ، يا الحاجة اللي انت كنت شايفها في التليفون مش هتلاقيها خالص. ودي في حالات معينة زي مثلا البيوت المسكونة، زي مثلا روح واتقتلت غدر، بس مش هيوريك الشخص اللي مات غدر، هيوريك حاجة شبيهة للحاجة
اللي ممكن تخليك أو تعرفك أو تخليك تدل على مين أو فين اللي أذى هذا الشخص. يعني مش الشخص المقتول هو اللي هيطلع على الكاميرا، هيبين لك أي حاجة تانية غريبة عشان يلفت نظرك بيها، لكن هو يظهر على الكاميرا نو. لأن احنا قلنا قبل كده إن الجن ما بيطلعش في التليفون، بس ممكن يهيأ ليك إن في حاجة على التليفون المفروض إن أنت باصص قدامك وهي مش موجودة غير في الكاميرا، عشان بس يلفت نظرك. يهيأ، يخيل، وهي دي لعبة الجن مع بني البشر، يخليه يشوف اللي هو عايز إنه يشوفه. يعني المواقف دي ممكن تحصل للفت انتباه أو نظر لحاجة معينة. لكن احنا بقى عايزين نعرف ان الأستاذة إيمان، وهي من أبرز المتابعين عندي، بشكرها طبعا، اللي كانت بتصوره وطلع بدل رجل عجوز. ممكن لو سمحتي تقولي لنا؟ نيجي لتالت قصة معانا، وهي باسم أولادي دنيتي. بتقول ايه بقى؟ مرة كنت نايمة وفتحت عيني لقيت حد واقف عند باب أوضة النوم، وفضلت أتكلم معاه على إنه جوزي، وفي الآخر اختفى. ومرة تانية شفت إيد ضخمة ماسكة في كرسي الصالون بتاعي. ومرة تانية أزايز المية كانت بتتحدف لوحدها على الحيطة. وحاجات كتيرة في شقتي وما زالت موجودة في الشقة. أولادي دنيتي، حضرتك إيه اللي مسكتك لحد دلوقتي؟ وهل حضرتك بتستعيني بالله وبتقرأي القرآن، ولا حضرتك ناسية خالص إنك تشغلي القرآن الكريم؟ إحنا هنركن الحكاية على جنب. سارة، هو ممكن حد من مخلوقات الجن تتشبه أو تتمثل في هيئة من هيئات أي حد في البيت؟ الحقيقة ممكن عمار المكان يتمثلوا ويتشكلوا في هيئة أي حد من أهل البيت، باباك، مامتك، جوزك، أختك، أولادك. وده بيكون في حالات طارئة وحالات مميزة، يعني مش كل الحالات أو ده الطبيعي، دي بتكون من الحالات الشاذة جدا. أما بقى عن التطور اللي بيحصل عن الحكاية دي، فدي محتاجة شوية دردشة عشان نفهم كده من أولادي دنيتي هو إيه اللي بيحصل عندها في البيت بالظبط. ويا ريت نستعين بالله ونقرأ سورة البقرة روح، مش نشغلها، روح تقرأها. يعني حضرتك أو زوج حضرتك يا ريت يقرأوا قرآن في البيت، لأن غالبا البيت محتاج قرآن. وعندنا رابع سؤال بيقول، وهي للأستاذة نعمة مخمرة أو نعمة مخمرة، الاسم كده. السلام عليكم، أنا عندي سؤال، الجن بيسرق الذهب والفلوس؟ والله الحالات اللي الواحد شافها طول حياته والقصص العجيبة اللي الواحد شافها طول حياته، إن اللي بيسرق الفلوس والذهب هو فعلا عفريت، بس عفريت من بني الإنس، كذاب ومدعي وبيوم حضرتك وأهل البيت إن الجن هو اللي بيعمل كده. والحقيقة بقى إن الجن ملوش أي علاقة خالص بكده. الجن ممكن يسرق، في حاجة اسمها جن خطاف وممكن يسرق، ولكن في بعض الحالات الشاذة العجيبة اللي قد تكون مش موجودة في الوجود، لأن اللي هيخلي الجن يعمل كده حد مسلطه عليك وأهداف أخرى، ودي صعبة جدا، ومش أي حد بيقدر على حاجة اسمها الجن الخطاف. فالأغلبية العظمى بتكون للأسف الشديد من بني الإنس، وبيضحكوا عليكم باسم الجن، والجن ما بيعملش كده. دوري في اهل البيت هتتصدمي صدقيني. طب الفيديو 8 دقايق وما لحقتش اخد السؤال الخامس. عموما لو عايزين وعجبكم القصه ديت عشان اشارككم واقول على القصص بتاعتكم ونقول او نحاول نقرب من الاجابات، هتكتبوا لي، لان لسه في تيك توك ولسه في يوتيوب ولسه في انستجرام، ودي كلها اسئله متساله، فاحنا عايزين نعملها بارتات، بارت 1 بارت 2، ونحاول نرد مع بعض على اقرب اجابه لاي حاجه في بالكم وانتم محتارين فيها. فلو عندك قصه وعندك حكايه اكتبوها لي وانا هطلعها لكم باسم كل متابع من المتابعين بتوعي. لو عجبتكم الفكرة هتدوسوا لايك وشير، وهتكتبوا لي لو عندكم اي مواقف مرت على بالكم وانتم مش قادرين تفهموا لها اي تفسير لحد هذه اللحظة. اتفقنا؟ ما تنسوش اللايك والكومنت والشير، عيب تفاعلوا، احنا اخوات.